السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جايب لكم الأبطال المتأهلين لحد دلوقتي لبطولة مستر أولمبيا 2023. مع العلم ان البطولة السنة دي مش هتكون مجرد بطولة قوية، انا متوقع ان شراسة المنافسة فيها ما حصلتش من التسعينات وبداية الألفينات بسبب المقومات الجديدة اللي مطلوبة في بطل مستر أولمبيا، واولها الشكل الجمالي والتناسق. انا شايف اننا هنشوف من تاني اساطير جديدة زي روني كولمان وفيليكس ويلر وناصر السنباطي وغيرهم من ابطال التسعينات وبداية الألفينات، بس بأبطالنا الحاليين. نقول بسم الله بأول بطل معانا من 8 أبطال متأهلين لمستر أولمبيا لحد الآن. قبل أي شيء ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو أول مرة تشوفني عشان تتابع كل أحداث البطولات. أول بطل معانا هو هادي شوبان، بطل مستر أولمبيا 2022 عن جدارة طبعا. البطل اللي قدر يتفوق على 3 من أبطال مستر أولمبيا دفعة واحدة، البطل براندون كيري والبطل بيج رامي والبطل ديريك لانسفورد بطل مستر أولمبيا الفئة ال212 عام 2022. تاني بطل معانا هو عملاق العرب وصاحب أتقل عضلات نزلت على مسرح مستر أولمبيا على مدار تاريخ، العملاق بيج رامي، حامل اللقب لعام 2020 و2022، وبنتمنى ان شاء الله ربنا يوفقه السنه دي بالساندو الثالثه ان شاء الله. ثالث بطل معانا هو تمثال العضلات اللي قدر يكسر سلسله انتصارات واحد من اعظم اساطير لعبه كمال الاجسام على مر التاريخ، هو حامل اللقب لسنه 2019، هو البطل براندون كيري. رابع بطل معانا هو العملاق نيك ووكر، احد اصغر اللاعبين واشرس الاجسام اللي هتنافس السنه دي على مسرح مستر أولمبيا، اخد تاني ارنولد كلاسيك وثالث مستر أولمبيا السنه اللي فاتت. خامس بطل معانا هو البطل سامسون داودا، البطل حصل على المركز السادس اخر بطوله لمستر أولمبيا عام 2020، وحصل على المركز الاول في بطوله ارنولد كلاسيك متفوقا على نيك ووكر وعلى بيج رامي. في اعتقادي هو الاقرب للقب السنه دي، حرفيا هو تمثال عضلات والاكثر اكتمالا من وجهه نظري، بالبلدي كده من الناس اللي يتقال عليهم ان أولمبيا اتعملت علشانهم. سادس بطل معانا هو البطل ديريك لانسفورد، بطل مستر أولمبيا 2021 لفئة ال212، ووصيف مستر أولمبيا لعام 2022 وكان قريب جدا من اللقب. البطل ده فاجئ الكل بمستواه على الرغم انه اول مره يشارك في فئه الوزن المفتوح، وخلى الخبراء يقولوا عنه انه هيكون حامل اللقب لمستر أولمبيا لسنين كتير جايه. سابع بطل معانا هو البطل بريت ويلكن، طبعا حصل على كارت التاهل مؤخرا بعد فوزه ببطوله بيج مان، و فورمته الى حد ما شبيهه بالبطل ديريك. تامن بطل معانا وهو اخر بطل هو البطل بهروز من ايران، انا شايف انه هيكون مؤثر جدا في السنين اللي جايه لمستر أولمبيا ان شاء الله، ولكن السنه دي ما اعتقدش انه هيدخل حتى التوب 10. اكتبوا لي رايكم يا شباب في الكومنتات، مين هيصعد تاني ويكون مؤثر مع الابطال الكبار دول، ومين هيكون حامل اللقب. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه، واستنوا الفيديو الجاي عن ابطال ال212.